بص يا كابتن وليد، هو احمد عز من نوعيه الاشخاص الشخصيات اللي بتحب تنجح جدا. كواحد مش اداري، هو راجل ناجح في مجاله، بيحاول يطور من نفسه. الراجل صحفي اصلا، بدأ صحفي، بعد كده طلع على الشاشه، طور من نفسه كويس جدا، اتكلم في الكوره كويس جدا. ده حاجه بتميزه هو. طيب احمد عز اتسال قبل كده، اصلا انا بقعد مع، انا معلش انا بقعد اسمع بقى، لان انا من عشاق احمد عز. يعني انا واحد بتعلم من احمد عز، اقول لك الصراحه بحب اسمعه، اسلوبه وطريقته والكلام ده كله. فهو اتكلم قبل كده لما اتسال السؤال ده، قال لك انت تقدر تدرب في الملعب دلوقتي؟ قال له لا. ده لا، انا ممكن انا بعد ده كله هرجع ادرب؟ لا، صعب عليا، لان انا ما خدتش التجربه دي قبل كده. وخد بالك ان معظم الناس اللي بتكتب ما تقدرش تنجح. يعني معظم الناس اللي انت بتشوفهم على الفيس يكتبوا حلو، يعملوا فيديوهات حلوه، ما يقدروش ينجحوا، لان في فرق بين تحليل الاداء وفي فرق بين التدريب. اه انا بحلل اداء كويس، بس التدريب ده بعوز حاجات كتير، بعوز شخصيه، بعوز ان انت تقدر تسيطر على اللعيبه، بعوز ان انت تقدر ان هم ينفذوا افكارك، توصل لهم المعلومه بسرعه. ما تقعدش تقول فاكتس وباكتس والكلام ده كله، هم مش هيوصل لهم حاجه. وفي ناس بتكون غلابه ما بيفهموش اصلا في التكتيك والكلام ده كله. فانت لازم توصل لهم المعلومه بسهوله جدا. المهم ان احمد عز مش مجازفه، لا، هو الراجل ده هينجح في الاهلي على فكره، هينجح باذن الله، ينجح. بس الفكره ان انت تديله مساحه يا كابتن وليد. احنا عندنا في الاداره الفتره الاخيره ما فيش حد بياخد مساحه. انا بقولها لك صريحه، يعني انا واحد حته ان انت اصلا تدخل جوه منظومه، زي ما بقول لك ان الموضوع عاد انا اللي في الصوره، وانا اللي انجح، وانا سيد عبد الحفيظ، وانا الخطيب، وانا مع احترامي طبعا لكل الاسماء، طبعا على راسي من فوق. بس عمرها ما كانت كده. احمد عز هيجي سيبه يشتغل، لان هو الراجل هيرشح لك لعيبه. قدرت ان انت تدخل تخلص يا كابتن وليد، هتقدر تخلص. ما قدرتش، ما تقولش ساعتها، خد بالك من الكلمه دي، ما تقولش ساعتها ان احمد عز هو اللي رشح ده وانا رحت جبته، لان الكلام ده بيتسرب بعد كده. افتكر كلمتي دي كويس. جبته ورشح حد، روح هاته. ما قدرتش وقلت انا اختلفت معاه في الماده، قول له لا خلاص، يبقى الراجل ده احنا اختلفنا معاه في الماده، واحمد عز رشح ده واحنا ما قدرناش نجيبه، وخلاص اطلع قول الكلمتين دول. تمام، لان احمد عز هيجي هيكون معاه 3 4، مش هيبقى لوحده. فهو الراجل ده لو مسك السكاوتنج انا بشوفه كويس جدا.